السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في قناتكم قناة حلويات سهلة وسريعة. اليوم إن شاء الله جيتكم بأروع خبز على الإطلاق. هذه الوصفة من أروع ما يكون، رايحين تحضروها وتفرحوا بها إن شاء الله. الخبز هذا محشي يجي بزاف بنين، صدقوني إذا جربتوه راح تولي لكم هذه الوصفة إدمان، كما راكم تشوفوا معنا كيف يجي خفيف والذوق رائع. جربوه ورجعوا لي الخبر في التعليقات. هنا اول شيء نبداو نحضروا العجينه نتاعنا. عندي هنا كاس حليب يكون دافي وكاس ماء ثاني يكون دافي، وعندي هنا نص كاس نتاع زيت. الكاس هذا فيه 240 مليلتر. وهنا عندي مغرفه معمره سكر، وعندي ثاني مغرفه معمره خميره الخبز. هنا هذه المكونات نخلطهم مليح حتى يندمجوا مع بعض، ورايحه نغطيهم ونخليهم هنا حوالي 10 دقائق حتى تتفاعل معايا هذيك الخميره، ومن بعد نرجع لهم. هنا كما راكم تشوفوا بعد 10 دقائق تفاعلت هذيك الخميره، نعاود نزيد نخلطهم نتحصلوا على قوام سائل. هنا ضفت 3 كيسان فرينه، هذا في البدايه نضيفوا 3 كيسان بهذا الشكل. هنا في هذه المرحله نضيفوا الملح قبل ما نضيفوا الفرينه، انا هنا نسيتو من بعد وضفته. هنا ضفت 3 كيسان وخلطت مليح. هنا باه تجيكم العجينه خفيفه خلطوا في هذه المرحله. هنا كما راكم تشوفوا انا زدت ضفت الملح لاني نسيت ما ضفتوش في البدايه. ما تضيفوش قبل ما تتفاعل الخميره حتى تتفاعل بعد 10 دقائق وتضيفوه. هنا كما راكم تشوفوا هنا ضفت الكاس الرابع، وراني هنا نخلط باليد تاعي. هنايا بالنسبه للكاس الخامس مانيش راح نضيفه كامل، ضفت منه نص كاس. هذا هو يعني المقدار المضبوط تاع هذه العجينه. هنايا راح نحاول نلم هذيك العجينه بشويه تاع زيت بهذا الشكل. نحاول برك نلمها بين يديا، وهذاك الاناء اللي نحط فيه حتى هو ثاني نزيد ندهنوه بشويه نتاع زيت هكذا باه ما تلصقش معايا ورايحه تخمر معايا بسهوله. هنا نغطيها بكيس بلاستيكي ونزيد نغطيها بطرشونه ونخليها حوالي نص ساعه او اكثر حتى يتضاعف الحجم تاعها. وهنا نحضر الحشو عندي بصله متوسطه، ضفت عليها شويه زيت حوالي 3 مغارف، شويه فلفل اسود وشويه ثوم حوالي زوج سنات او 3. نخلطهم مليح ونخليهم يتقليو. قبل ما يتقليو نضيف عليهم شويه فلفل ونخلطهم ونغطيهم ونخليهم يتقليو حتى يتقليو مليح ويطيب معايا هذاك الفلفل على نار تكون قليله. هنا رايحه نضيف عليهم شويه زيتون اخضر مقطع. هنا يعني الحشو كل وحده تستعمل اي حشو، المهم الحشو يكون بنين هكذا باه تجيكم الوصفه مليح. ضفت عليهم هنا نص صدر نتاع الدجاج ونضيف الملح، ورايحه نبدا نحل هذاك الدجاج مليح على نار تكون يعني متوسطه هكذا باه ما يطيبش معايا الدجاج متكتل. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما حليت الدجاج مليح نضيف التوابل، شويه كمون، شويه راس الحانوت، شويه كزبر وفلفل احمر. هنايا درت بالمغرفه الصغيره ومعجون طماطم ونخلطهم مليح ونخليهم يتقليو. هنايا نضيف عليهم حبه طماطم تكون متوسطه كنت رحيتها وضفتها. هنا اذا الطماطم تاعكم ناشفه ضيفوا حوالي نص كاس تاع ماء باه ما يجيكمش الحشو هذا ناشف. نغطيه نخليه حوالي 5 دقائق على نار قليله حتى ينشف من هذاك الماء. وهنايا كملنا الحشو تاعنا، رايحه نضيف عليه شويه كزبر اخضر ونخلطه ونخليه يبرد. هنايا الحشو من بعد نستعملوه بارد. نرجعوا للعجينه تاعنا، هنا نلقاوها خمرت. هنا ضعف الحجم تاعها خليتها حوالي نص ساعه، نتوما تقدروا تخلوها اكثر. نهبط لها الطلوع تاعها بهذا الشكل وراح نبدا نشكل فيها هنا قدامكم. كما راكم تشوفوا هنا نقسمها على 2، والبلاطو تاعي فيه 30 على 40 سنتيمتر. دهنته بشويه نتاع زيت ما تكثروش، وراح نحل عليه هذيك العجينه. هنايا طلعوها شويه في الجناب هكذا من بعد باه ما يخلطش معاكم الحشو يعني وتجي مليحه تجي مغلوقه خير. وهنا راني نثقب فيها بالفرشيطه بهذا الشكل. وهنا في ذي المرحله الحشو تاعي كان برد نفرغه فوق هذيك العجينه
ونمشيه مليح مليح بشكل متساوي بهذا الشكل. هذه الوصفة رائعة، ان شاء الله تجربوها، متأكدة راح تعجبكم. هنايا ضفت شوية جبن طري وشوية جبن مبشور، كل وحدة تدير وش عندها. وبالنسبة للعجينة الثانية درتها على شكل مستطيل وحطيتها فوق هذاك الحشو. هنا في الجناب اغلقوهم مليح مليح بالاصابع، حاولوا تدخلوهم للداخل بهذا الشكل. وهنا راح نطراسيها هكذا بالاصابع تاعي كما راكم تشوفوا هنايا على شكل مربعات. من جهة اخرى عندي بيضة وضفت عليها شوي حليب، ورايحه ندهن بها الوجه نتاع الخبز تاعنا. ولهنا زينته بشويه سينوج، وزيدوا ثاني زينوه بحبات زيتون اسود، راح يمد لنا شكل رائع والذوق اروع. هنايا راح نطيبه نشعله من الاسفل يطيب حوالي 20 او 25 دقيقه، ونزيد نحمره من الاعلى. وهنايا بعد ما تحمر طاب معايا، يعني شوفوا الشكل اللي تحصلت عليه، صدقوني من اروع واطيب انواع الخبز اللي ممكن تحضروها، ويوالم بزاف الخبز هذا شهر رمضان ان شاء الله. احتفظوا بهذه الوصفة وحضروها ان شاء الله في شهر رمضان، رايحين تفرحوا بها ويجيب بزاف بزاف بني. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو وتكونوا استفدتوا، ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو قادم. مع السلامة.